من فترة كان في بنت صوّرت شخص هو اتحرش بيها ومنزّلة الفيديو عشان بمنتهى الوضوح تطلب المساعدة من الناس المسؤولين إنهم يلاقوا الشخص ده وإنهم يعاقبوا الشخص ده. ومن أغرب ما يمكن، حقيقي من أغرب ما يمكن الcomments اللي كانت بتلوم البنت على هي ليه أصلًا ماشية في المنطقة دي، والأغرب من كده إن أنا أشوف فيديو لشخص عامل فيديو بيقول إن بالعقل هل في حد يمشي في المنطقة دي؟ وهو في الحقيقة الكلام اللي أنت بتقوله هو اللي ما فيهوش أي نوع من أنواع العقل. يعني تعالَ نتخيل إن أنت ماشي في منطقة هي فعلًا مقطوعة، واتثبِّت واتاخد منك الموبايل واتاخد منك المحفظة بتاعتك، ورُحت تعمل محضر في القسم، فالضابط قال لك أنت ما لكش حق إن أنت تطلب الحاجة بتاعتك عشان أنت إيه أصلًا اللي ممشّيك في المنطقة دي؟ فأنت واخد بالك إن أنت بدل ما تطالب وبدل ما تهاجم عشان يبقى في أمان موجود، إذا كان لولد أو بنت أو أي حد بيبقى موجود في المنطقة اللي هناك أو أي منطقة تانية، لأ، أنت بتلوم الضحية، بتلوم الشخص اللي تم التعدي عليه. هو فعلًا بالعقل لو أنت مش هتقدر تغيّر، مش هتقدر تعمل حاجة، مش هتقدر تدافع، مش هتقدر تحط خطة للتغيير لإن ده يحصل، أو أحداث التحرُّش دي تقِل في المجتمع بتاعك، فاسكت، ما تتكلمش.